السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة جاية لكم بفيديو قوي جدا، فيديو كده جديد وكله حماس وكله مشتريات. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الأحمر اللي تحت الفيديو، عشان طبعا كل ما انزل فيديو يوصل لك اشعار بيه وتتفرجي عليه، يكون اول واحده تتفرجي عليه. فزي ما انتم شايفين، تعالوا بقى نشوف المشتريات اللي احنا جايبينها لمطبخ الجديد، عشان تبقى كل حاجة في المطبخ جديدة كده. فتعالوا كده نبدأ ونسمي الله، وما تنسينيش في اللايكات يا حبايبي. وشكرا لكل واحدة دخلت لي في الفيديوهات اللي فاتت وحطت لي لايك وحطت لي اشتراك. شكرا لكم ووجودكم على راسي من فوق. تعالوا كده بقى نشيل الشنط ديت على ناحية ونحط شنطة شنطة، ونبدأ بفتح كل واحدة لروحها كده، علشان طبعا ما ازحمش الدنيا على الرخام. هنشيل الشنط اوديهم على الرخامه اللي في ظهري، ونفتح كده الشنطه، اول شنطه كده، ونشوف احنا جايبين ايه. زي ما انتم شايفين كده الشنطه ديت نزلت كده وانا في السوق، وحولت طبعا على محل فاتح جديد، محل ادوات منزليه، وجبت طبعا المطبقيه او الرشاقه زي حسب ما انتم بتقولوا عليها ايه، اللي هي بتتحط على الرخامه، اسمها مطبقيه طبعا. فزي ما انتم شايفين جبتها كده. بحاول طبعا ان انا اوريها لكم من جوه. انا جبتها دور واحد، اللي هو نظام صينيه تحتها، وبتحط طبعا المطبقيه فوقها كده زي ما انتم شايفين، يعني قطعتين في زيها بس دورين، اللي هي دورين، دور تحت للكوبايات ودور فوقه للاطباق. فالصراحه انا اتندمت وقلت يا ريتني جبت دورين. فزي ما انتم شايفين كده اهي دي الصينيه بتاعتها اهي، زي ما انتم شايفين كده. والدور اللي هو الاولاني ده طبعا فيه مكانين كده، مكان للشوك ومكان للمعالق، او مكان للسكاكين ومكان للمعالق والاطباق، وجزء كده للكوبايات. فزي ما انتم شايفين كده كانت ب100 جنيه. قولوا لي ايه اكتر حاجه هتعجبكم في المشتريات، واكتبوا لي في التعليقات. وما تنسونيش طبعا في اللايكات يا حبايبي، عشان الفيديو يترفع كده واليوتيوب ما يوقعوش. ارجوك يا حبايبي، اللايك بيرفع القناه، اللايك والاشتراك، وان انت تكملي معايا لاخر الفيديو ده طبعا بيرفع من القناه ويخليها تعلى معانا. وجودكم دايما طبعا بيشرفني وبيحفزني ان انا انزل لكم فيديوهات، بس ما يكون في مشاهدات بتشجع كده وبنزل لكم طبعا كل حاجة اول باول. فزي ما انتم شايفين كده شجعوني عشان طبعا اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر وروتينات اكتر واكتر. زي ما انتم شايفين جبت الازازتين دول، الواحدة كانت يعني الاتنين دول كان تقريبا ب55 جنيه. جبت كان طبعا في الوان تانية، بس انا حبيت ان انا اجيب اللون ده واللون التاني، لان طبعا في ممكن يكون الاصفر معاه اخضر، او الازرق معاه بينك. فانا اخترت الاتنين دول مع بعض، في كان الوان مش حلوه مع بعضها، فانا حسيت ان دول اكتر حاجه مناسبه فجبتهم. وزي ما انتم شايفين جبت العلبتين دول طبعا متطربين. يبقى نعمل فيديو روتين كده واحنا بننظف كل الحاجات والمشتريات ديت كلها. زي ما انتم شايفين هعمل دي طبعا واحدة للسكر وواحدة للشاي، او واحدة للقهوة وواحدة للشاي. زي ما انتم شايفين جبت العلبتين، حاولت ان انا اجيب الاتنين شبه بعض، كنت عايزة واحدة كمان تالتة بس ما لقيتش. لقيت التانية دي بالعافية، ولو ركزتوا هتحس ان هما في اختلاف بسيط، واحدة عليها الموز ومش عارفة ايه، والتانية عليها حاجات تانية. فحاولت ان انا انسقهم كده ويكون قريبين من بعض. فهو ما تاخدوش بالكم من الاختلاف الا اذا يعني الواحد ركز معاهم قوي. فزي ما انتم شايفين كده الواحدة من العلب بتاعة الشاي والسكر دول، وممكن ممكن تجيبي الأكبر للخزين اللي انت ممكن تحط فيها عدس أو حاجات من دي. الواحدة منهم الكبيرة ب35 والصغيرة ب25. زي ما انتم شايفين انا بنزل لكم الحاجة بالتفاصيل وبالاسعار، زي ما كلنا بنحب نعرف الحاجة دي بكام. فزي ما انتم شايفين كده جبت كمان الطاسة دي تيفال كده، حبيت ان انا اجيبها وما لقيتش الحجم الاكبر منها، لقيت دي هي اللي موجودة هناك. انا كنت الصراحة داخلة علشان اجيب حاجات معينة خالص، بس لقيت بقت ايدي بتجيب دي ودي ودي، والحساب طبعا ما اقولكوش في الاخر بيكون عامل ازاي.
فزي ما انتم شايفين انا جبتها مقاس 22. الصراحه انا كنت عايزاها 28، ولو في اكبر كنت عايزاها اكبر من كده، فانا مش هفتحها، انا هسيبها كده وهروح بيها ان شاء الله الفتره اللي جايه. لو لقيتهم جابوا الاكبر هغيرها واجيب الاكبر منها، فانا هسيبها كده بالكيسه اللي عليها بكل حاجه، ما اقطعش اي حاجه من عليها عشان طبعا يقبلوا ان هم ياخدوه. فزي ما انتم شايفين جبت كمان الصينيه ديت ضد الكسر. هو قال لي الصينيه اللي انت واخداها ديت ضد الكسر، في حاجات تلقائيه كده وحاجات عاديه ارخص، يعني حاجات ب35 حاجات ب25 ارخص من دي، بس ديت كانت ب70 جنيه. هو قال لي ضد الكسر، بس انا الصراحه مش همسكها ارميها في الارض، لا هحافظ عليها برضو. جبت طبعا المقشه ديت الهلال والنجمه برضو من نفس المكان، كل الحاجات دي من نفس المكان، كانت تقريبا ب35 جنيه. في حاجات طبعا انا مش عارفه سعرها، لان طبعا واحنا بندفع الفلوس للراجل على المكتب واحنا حاطين الحاجات قدامه. جبت المقشه وجبت كذا حاجه كده حطيتها برضو على المكتب عشان طبعا نحاسب عليها من ضمن الحاجات. ففي حاجات كده معرفش سعرها ايه. صفايه المعالق ديت انا جايباها عشان طبعا مش هستخدمها للمعالق، لانها طبعا صغيره جدا، وبعدين انا عندي واحده على الحوض، بس انا جايباها عشان طبعا انا مش عندي الرخامه بتاعه الحمام اللي بيتحط عليها طبعا المعجون وحاجه الاسنان والحاجات دي كلها. انا جايباها علشان طبعا احطها فوق الحوض، فوق الحوض مش على الحوض، فوق الحوض كده بمسمار او مسمارين، لانها بتتحط بمسمارين، واحط فيها المعجون والفرش بتاعه الاسنان. وزي ما انتم شايفين جبت المساحه ديت، كان نفسي اجيبها جدا 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 لانها حلوه جدا، بتلم الميه اللي على الحوض كلها. فكنت بدور عليها كتير ما كنتش بلاقيها، فالحمد لله لقيتها في المحل ده، في كل حاجه، جميع كل حاجه. وجبت طبعا الشماعات ديت، الدستة طبعا ب25، فيها 6. أنا كنت فاكرة فيها 10 أو 12، اتضح إن فيها 6. فزي ما انتم شايفين جبت واحدة، وكنت جايبة واحدة أصلية قبل كده بس ما صورتش معاكم لأن كنت جايباها هي وحاجات بسيطة جدا. جبت طبعا المنخل ده عشان طبعا الدقيق كبير وعملي. انا عندي اللي هي الصغيره الاستانلس، بس لقيت ده طبعا لقيته كده وبرده سعره حلو، 35 جنيه مش حاجه، فقلت اجيبه طبعا لو بعمل صينيه كيكه يكون عملي كده وكبير. المصفى بتاعت او الصفايه بتاعت المعالق ديت اللي انا بقول لكم احطها في الحمام، دي كانت ب15 جنيه، يعني بسيط جدا، حاجه بسيطه جدا وبتنظم لك الدنيا. فزي ما انتم شايفين جبت طبعا علبة البخور ده، بتخلي طبعا ريحة البيت جميلة جدا. وجبت واحدة كمان، بس الصراحة دورت عليها مش لقيتها، هشوفها بعد كده. وجبت طبعا اسبتيولة برضو مش صورتها معاكم لان كنت الحاجات دي شايلها في مكان كده ورجعت حطيتها على الرخامة فلقيتها في المكان الاولاني. وزي ما انتم شايفين جبت طبعا طقم الكوبايات ده، لقيته كده هناك وب35 جنيه. زي ما انتم شايفين كده، انا كنت جايبه منه قبل كده، صورته لكم برضو. ولما لقيته برضو بنفس الثمن قلت برضو اجيب منه دستتين. فزي ما انتم شايفين كده، حسيت طبعا ان ميتها حلوة ولونها حلو كده، مش اللي هي بيكون متعرجة او فيها ميتها مش حلوة ومضببة كده، تحسي مهما تغسلي فيها مش منورة، لا دول بشطفة مية بتلاقيهم نوروا. فالصراحة عجبوني وقلت طبعا اجيب منه. بحب الكوبايات يكون عندي بزيادة في البيت، لان طبعا انت مش عارفة كمية الضيوف اللي هتدخل ليكي البيت هيكون ازاي، فبحب يكون الكوبايات بالذات بكترة يعني في البيت، لان الكوبايات ما بتستحملش وكل يوم ممكن تكسري كوباية. فبحب الكوبايات، بحب حاجات زي كده، معالق بالذات المعالق الصغيرة، ممكن تحتاري عشان معلقة صغيرة للسكر او الشاي. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، اوعي يكون وصلت معايا لحد هنا وما حطيتيش اللايك، حطوا لي اللايك كده عشان الفيديو يترفع زي الفيديو اللي فات. وكله بيمشي حسب ارادتكم انتوا، لو ناويين تطلعوا الفيديو بتطلعوه، فارفعوا لي الفيديو زي ما رفعتوا لي الفيديوهات اللي فاتت، عشان طبعا القناة تترفع كده والكل ياخد باله منها ويشوفها ونشجع كده وننزل لكم حاجات اكتر واكتر.
زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، جبت الجاروف ده، الجاروف بالفرشة بتاعته، بس جاروف من الطويل اللي ايده طويلة وبتمسك فيه من فوق. فهوريهولكوا طبعا واوريكم الصورة من بعيد عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين دي المشتريات اللي انا جبتها، وهحط لكم برضو مشتريات بسيطة كده برضو عديت على مكتبة كده وجبتهم منها. بس تعالوا الاول اوريكم الجاروف طوله ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، هو ده طوله يا حبايبي، يعني مش طول آنسة، لا طول طفل في أولى ابتدائي. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، تعالوا بقى اوريكم شوية المشتريات اللي انا عديت على المكتبة وجبتها. حاجات كده بتفرحنا وحاجات كده سهلة وبسيطة. جبت طبعا، كان ناقصني المعجون، وكان ناقصني فرش أسنان. طبعا في فرش أسنان دخلت الحمام، وطبعا أنا بصور لكم الحاجة اللي لسه في الكيسة. وجبت طبعا المخمرية ديت، اسمها طبعا رنة خلخال. وجبت ايه تاني، جبت حاجات تانية كتير، بس طبعا نسيت ان انا اصورها وكانت اتفتحت. فزي ما انتوا شايفين كده، جبت طبعا الركسونة ديت اهو يا حبايبي. حاجات بسيطة جدا بتخلي المود بتاعنا ماشي مظبوط، وحاجات برضو بسيطة في المشتريات بتخلي البيت مرتب ومنظم، بتنظم لنا الدنيا، وبتخلي برضو الدنيا سلسة كده وحلوة معانا. زي ما انتوا شايفين هي دي المشتريات اللي انا جبتها، وان شاء الله في مشتريات تانية. لاني اشتريت حاجات تانية بعد ما جبت دول بكذا يوم، فحبيت ان انا اسيبهم واشاركهم معاكم في فيديو تاني. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هي دي المشتريات بتاعتي. يا ريت لو لسه معايا في الفيديو، يا ريت تحطي لي كده اللايك عشان طبعا الفيديو يترفع بيكم باذن الله، وتنزلي تشتركي في القناه. واوعي تنسي اختك بدعوه حلوه كده. وشكرا لكل اللي اشتركوا في القناه، ووجودكم دايما على راسي، وربنا يكبر بخاطركم كلكم زي ما جبرتوا بخاطري. شكرا ليكم يا حبايبي. وبهنا يا حبايبي بيكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو عجبك الفيديو تنزلي تحطي لي اللايك والاشتراك وتفعيل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك اشعار بيه. والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.